يا صباح الفل على احلى عيون واحلى متابعين واحلى اخوات في الدنيا كلها. نهاركم فل، نهاركم عسل، نهاركم تفاؤل، نهاركم كله حب، نهاركم كله لفت. بشكر اخواتي اللي بيتابعوني من خارج مصر ومن داخل مصر، واللي بيدعموني بلايكاتهم الحلوه وكلماتهم وكلامهم الجميل. آه طبعا كلكم عارفيني، واللي مش عارفني انا علياء، ودي قناتي اتمنى تشرفوني فيها. للي مش مشرفني فيها ومش هتندموا. قناة سهلة وبسيطة وتعلم المبتدئات. النهاردة هعمل معاكم كده تخليل اللفت. مفيش حد ما بيخللش اللفت، مفيش حد ما بيعملش حاجة، كلكم زي العسل وكلكم شاطرين وبتعرفوا تعملوا كل حاجة. تمام. بصوا، اللفت بيبقى كله طينة. انا طبعا على طول ببقى غاسله الحوض بتاعي. الحوض ده انا ما بستخدمهوش غير للاكل فقط لا غير، وعلى طول بمسكه كده اصبنه واخليه تمام التمام عشان اشتغل فيه بنفس كده وبنفس راضيه كده بمعنى اوضح. بصوا الحنفيه بقى انا سايباها كده نازله عليه، سبته شويه على بال ما شفت عملت ايه عشان الطينه دي تبوش. انا طبعا ما بعرفش اغسل اللفت غير كده، يعني حته انضفه واغسله لا، انا بحبه يعني رميته كده بصراحه، فضيت الشنطه تك تك على طول. ده كانت امي مشترياهولي. قعدت تقول لي اعملهولك، قلت لها لا يا ماما، انا عايزه اعمله مع اخواتي وحبايبي. تمام تمام. انا خللته معاكم السنه اللي فاتت. طبعا اللي على الوش الغامقه دي بنجرايه حلوه كده محترمه، ودي كانوا 6 كيلو من اللفت. وانا سبت الحنفيه كده شغاله عليهم دايركت زي ما احنا شايفين. وبغسل هنا برضو البنجرايه عشان انا عايزه البنجرايه اول حاجه هعمل بيها حاجه. انا يا جماعه بحب اللفت. اغلي ميته واركنها تبرد، واقطع اللفت برضو واسيبه ايه كده مع نفسه عشان ما يبقاش هايش. هتشوفوا واحده واحده ومش هنسبق الاحداث، واحده واحده كده معانا في الطريق. تمام. انا زي ما قلت لكم سايبه الميه جاريه. هنا مليت حله رفعتها على النار ميه عشان انا عايزه الميه بتاعته تغلي وتبرد. تمام تمام. وهمسك نص البنجريه الحلوه دي هقطعها في قلب الايه في قلب الميه زي ما احنا كده شايفين. امسك كده البنجرايه هقطعها شرايح في قلب الميه زي ما احنا كده شفنا وعملنا. بس وهسيبه بقى يغلي كل ده مع بعضه كده على النار. البنجر يغلي كده في قلب الميه ويعمل لي اللون الحلو دوت، وهطفي عليه. انا لما بكون عايزه اخلي اللفت بخلله، انا هكون عايزه اخلي اللفت ده يعني بقطعه وبعمله واغلي ميته واسيبه. مثلا اكون رايحه مشوار، يعني بسيبه يوم كامل. ودي الليفه بتاعتي اللي انا بحب انضف بيها بطاطس، بطاطا لفت، عاملاها مخصوص لكده. بصوا الميه على النار هنا عامله ازاي، شربات يا ولاد، شربات، كأني عامله شربات. تمام. بصوا هي كده على النار اهي. بصوا لونها. هرجع بقى تاني هنا كده لللفت، هبدأ اظبط فيه واقطع فيه ونضفته. بصوا بالليفه ادعك ادعك كده ونضفته كده. هل كده انت غسلتيه عليه؟ لا طبعا انا كده ما غسلتوش، انا كده نزلت الطينه منه وظبطته. بعد كده لسه هغسله تاني. بس هنا ورحت ماسكه الحوض تاني، دعكته ورحت عملت حطيت فيه تاني اللفت. شايفينه بقى شكله عامل ازاي؟ عشان اللي يا جماعه الحاجات دي بتبقى كلها طينه. انا هنا يا جماعه القطاعه بتاعتي محدش يقول لي دي مش نظيفه، لا والله هي نظيفه، بس باظت خلاص عايزين نجيب غيرها، وده بقى لون فيها. ان شاء الله كده لما انزل في اي وقت اشتري لي واحده. ودي طبعا السكينه اللي احنا بنقطع بيها الايه اللفت والبطاطس. انا بحب السكينه الايه المشرشره دي. تمام تمام. مسكت هنا بقى اللفت هقطعه كده. انا عايزه اقطعه مشرشر كده، فطبعا القطعه بتاعتي دي هي اللي هتقطع لي ايه الشرشره دي. يعني بيبقى شكل اللفتايه ايه كده حلو. انا برضو هنا يا جماعه يعني قطعته وفتحت عليه برضو الميه في قلب المصفى اللي انا حطاها فيها. انا هنا كنت معزومه على عقيقه بتاعت بنت عمي جوزي،
فمسكت الحاجة ظبطتها وقلت لما ارجع من العقيقة بقى ايه اكمل. هنا كنت شطفته وسبته في المصفى اهو يتصفى، شايفينه زي الفل ازاي. حطيته طبعا على مصفتين. هتعملي ايه بعد كده يا علي؟ هنزل عليه بالملح، متستخسريش بقى في الملح. ال6 كيلو دولت خدوا مني كيس وربع ملح. هرش بقى كده عليه، مش كيس وربع، ممكن كمان كيس ونص. وما بحط السكر ولا بحط اي حاجة. هو البنجر زي ما انتوا شايفينه كده نقعته في المية على النار وطفيت عليه وسبته يبرد، غطيته. قلت بقى لما ارجع من العقيقة ان شاء الله اعملها وارش الملح بتاعي كده. طب ليه على اليمة؟ بصوا يا جماعة، شايفين الهيشان ده؟ على بال ما اخرج وارجع هيكون هبط، عشان الم كله في برطمان. بس هو طبعا كله ما تلمش في برطمان. تمام. انا بقى بس بسيبه كده. الملح بيهبطه، بيتبله كده ويهبطه، ما يخليهوش هايش بالمنظر ايه اللي احنا عاملينه ده، زي ما احنا شايفين ايه كده. بقى لبست ولبست ولادي وخدتهم وخرجت وطفيت هنا على الميه وغطيتها وسبتها تهدى. بصوا بقول لكم هنا بقى لما تسيبيه كده هيهبط وايه ويهدى. تعالوا بقى كده، رجعنا كان هبط وهدي، يعني كان عدى عليه 6 ساعات. ورحت نازله عليه بقى بفضياه في قلب الايه الحاجه اللي انا هعمل فيها. الحاجات دي طبعا يا جماعه ببقى مصبناها وشايلاها ومعقموها. وهنا هرش حبه ملح كمان عليه. زي ما قلت لكم هو خد مني كيس ونص من الملح. كيس رشيته عليه والنص اشتغلت بيه في البرطمانات. وطبعا الحقيقه ده بقى انت بتدوقيه وبتشوفيه. اهو هنا ده كان اتملى مني ومسكته اهو ورحت دلقاه عليه. خدت المية كده لحد ما غطيته بيه كده زي ما احنا هنشوف دلوقتي مع بعضينا. انا عايزاه يبقى لونه بامبا كده، مش عايزاه يبقى لونه اللون الفوشيا. انا عايزاه بامبا كده وردي كده يبقى جميل. وفي مرة تاني هنخلله مع بعض بدون بنجر خالص. هنا زي ما احنا شايفين كده ده جردل كبير كان بتاع جبنة، مسكته غسلته وبشيله للمخللات. تمام. هنا بقى لسه ما اغطيه هو هيكتم نفسه بنفسه. ومسكته قعدت ارج فيه. صلوا بقى كده على الرسول الكريم، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ولايك بقى يا احلى اخوات، ما تتهبتوش كده على الليفت كده، ولايك لاختكم، يعني لايك مش هيأذيكوا في اي شيء. اللي عنده سطح يرفع لنا عقبال ما يبقى عندكم فيلا ان شاء الله. وربنا يكرم الجميع يا رب ويكرمني معاكم. هنا لما نزلت بالغطا كتم اللفت وخلى المية كمان بقت معايا كده لفوق، عمالة ارج فيه عشان الملح ايه يتعمق فيه كله. ماشي. وعبى البرطمان ده والبرطمان ده، عبالي 3 حاجات بصراحة. ولما بيكون عندي برطمان ورق عنب بحب برضه اغسله واعقمه واشيله. اي حاجة كده، برطمان عسل جاي من البلد برضه اشيله. برطمان مفتقة ايا كان بقى البرطمان، طالما الماتيريال بتاعه حلو بروح ماسكه غسله وشايلاه. بس. وخلينا معاكم اللفت اهوت، وهنسيبه يومين ونفتح عليه. انا ما حطيتش اكتر عليه يا جماعه من الملح ولا خل ولا اي حبشتكنات من الكلام ده كله. والله والله ما في اقل من يومين هتبص تلاقيني فتحته ووريته لكم. مع اي فيديو لازم اقول لكم اللفت اللي انا عملته اهوت. هاتيه واعمليه ووفري في بيتك، وممكن تعملوا منه مشروع يا ست الكل وتبيعيه كده ببرطمانات. كل حاجة طالما هتعمليها مش عيب وحلال، مش عيب. هاتي لفت وخلليه وبيعيه. اعملي البرطمان. في ناس موظفين ما بيقدروش يعملوا الحاجة، في ناس ما بيعرفوش يعملوا، في عرايس مبتدئين. هاتي واعملي وما تستخسريش في نفسك حاجة. انا قلبت البرطمان هنا عشان كله يقدر يطلع.